من 7000 سنة وهي حلوة. حلوة والله، 7000 سنة وهي حلوة. تغيرت الصورة النمطية؟ وتحلى أي صورة نمطية. يعني ممكن كانت صدق حلوة هسه شفت بعينك. لا، أحلى. أحلى؟ أحلى لأن اللي خلاها حلوة من 7000 سنة ما زال موجود. اللي خلاها حلوة من 7000 سنة الإنسان العراقي، واللي يخليها حلوة بعد 7000 سنة بعد الإنسان العراقي. فالبلاد حلوة بأهلها قبل ما تكون حلوة بمساكنها ومناظرها وبكل إرث قدمتها الإنسانية والبشرية. من قبل ما تزوره هذا البلد تعرفه بأهله. أنا هذه أول زيارة لي للعراق، ما تكون الأخيرة، هذا السحر راح يجذبك. إيه أكيد. فأنت الحين أعطيتني خبر سار أن العراق أنت تزوره لازم ترجع عليه. فنحن طال عمرك نعرف العراق بأهل العراق. نحن تعرفنا على العراق من صغرنا، تعرفنا على العراقيين اللي معانا زاملونا في المدارس، اللي درسونا، اللي عالجونا في المستشفيات، اللي كانوا ويانا في الجامعات، اللي عملوا ويانا في الوظائف، اللي شاركونا أفراحنا وشاركونا تحدياتنا وكانوا معانا يعني كتف بكتف مثل أي إماراتي موجود في الإمارات. فهذا العمر اللي نحن عشناه مع العراقيين عرفنا على هذا البلد قبل أن نزوره، ولما زرناه عرفنا ليش نحن هذيل الناس كانوا بهذا الشكل وبهذه الخصوصية وبهذه القيمة اللي يضيفونها لأي مكان يروحونها في العالم. فنحن ممنونين للعراق وممنونين لأهل العراق من 7000 سنة. إيه عزيزي كرار، أنا أتفق معك. يعني على الرغم من أن نحن كلنا نعرف حساسية هذه المباراة، مهمة للفريقين وأهميتها، إلا أن يا أخي تشعر شو وصف يعني أن الناس ما عندها مشكلة، اللي فايز مبروك واللي خسران هارد لك. طيبة للبلدين والله يا أخي هذا نحن ما يعني في أشياء هذه مسلمات.